المجتمع الاشتراكي. العمل معياره القيمة الإنسانية. قيمة العمل هي المصدر الوحيد للامتياز. رابطة العمل هي صانعة الوحدة الحقيقية بين قوى الشعب، قوى الشعب العاملة. الفارق الأول بين المجتمع الرأسمالي والمجتمع الاشتراكي فارق واحد، ومن هذا الفارق تبدأ كل الاختلافات. أيهما أهم في الحياة؟ إيه الأهم؟ المال أو العمل؟ المجتمع الرأسمالي بيقول إن المال هو أهم شيء وهو صانع كل شيء. المجتمع الاشتراكي بيقول لا، العمل أهم شيء وهو صانع كل شيء. ما يقول به المجتمع الرأسمالي مغالطة كبيرة. يقصد بها المجتمع الرأسمالي التمكن من الاستغلال. بيقولوا من غير مال لا شيء يمكن عمله، وهذا كلام فيه مغالطة حتى على الطبيعة نفسها. الحضارة الإنسانية والتقدم الإنساني، الثروة الإنسانية بدأت بالعمل، وبالعمل وحده. كان موجود دائما رأس المال. الأرض كانت موجودة دائما وهي متسعة وهي رأس مال. ومتى بدأت الأرض تعطي غلتها الأولى؟ بدأت عندما بدأ الإنسان يعمل. بالعمل بدأ الإنتاج، بدأت الأرض تعطي ثمرها. بالعمل صنع الإنسان أدوات الإنتاج نفسها في صورتها البدائية الأولى حتى في الزراعة. في الصناعة، ما هي قيمة الحديد في المنجم؟ قيمة الحديد في المنجم تبدأ بعمل المهندس الذي يكتشف وجود المنجم، وقيمة المنجم تتأكد بعمل الاقتصادي الذي يدرس إمكانيات استغلال المنجم. بعدين قيمته بالعمل الذي يعزل خام الحديد عن الرمل وعن التراب. بعد كده قيمته تتأكد أيضا بالعمل اللي بيحول الخام إلى كتل. قيمته تتأكد أيضا بالعمل اللي يحول كتل الحديد إلى أفران في البيوت، أو إلى قطع في السيارات أو في الطيارات أو في لعب الأطفال أو في صاروخ كبير يشق الفضاء ويطلع يلف حوالين القمر. ده كله أساسه العمل. فالعمل وحده هو العنصر الحاسم. أما رأس المال موجود، ورأس المال لم يتكون إلا نتيجة العمل. إذن فالعمل هو الأساس. لو تكلمنا مثلا أيها الإخوة عن القاعدة الصناعية التي تمكنا من بنائها في السنين الماضية، نجد أن العمل هو العنصر الأساسي والعنصر الحاسم. صرفنا في 10 سنين اللي فاتت حوالي 1000 مليون جنيه في الصناعة، ولكن مش ده هو أهم شيء. بعض هذه المبالغ طبعا من عندنا، بعض الآخر من قروض حصلنا عليها، ولكن بالعمل تحولت هذه الصناعة إلى شيء أهم. إيه هو الشيء الأهم ده؟ تمكن 500,000 عامل جديد من الدخول في الصناعة خلال 10 سنين الماضية، وده أعطى زيادة في الإنتاج الصناعي، وأدانا إنتاج في الصناعة حوالي 900 مليون جنيه في السنة. من هذا العمل قدرنا ندي أجور للعمال الجداد، العمال الزيادة، حوالي 120 مليون جنيه في السنة.
ودلوقتي نحن نصدر من الإنتاج الصناعي 90 مليون جنيه في السنة، والباقي يستهلك محليا، والكل يضاف إلى الدخل القومي وإلى الإنتاج وإلى الثروة القومية. إذن العمل هو الذي جعل 1000 مليون جنيه اللي استثمرناها في 10 سنين توظف 500,000 عامل جديد، وأجور ليهم 120 مليون جنيه، ونصدر 90 مليون جنيه من الصناعة، تكفي بالتأكيد لدفع الأقساط المطلوبة للديون الخارجية، ويمكن يفيض منها. العمل أيها الإخوة هو الذي صنع هذا، والمال وحده لم يكن قادرا على تحقيق أي شيء. المال موجود في أماكن كثيرة من العالم، موجود بوفرة، ولكنه لا يصنع أي قيمة ولا تزيد قيمته إلا بالعمل. بدون العمل لا يصنع أي قيمة ولا يمكن أن تزيد قيمته. ده